نور عندها 35 سنة، ساكنة في منطقة شعبية وبسيطة في القاهرة، وبتشتغل في محل سندوتشات. طريق شغلي بعيد جدا، وبتنزل من البيت الساعة 5 الفجر عشان أكون جاهزة وألحق الأتوبيس قبل ما يتزحم. الأتوبيس ده الحديدة اللي بقت جزء من حياتي من غير ما أحس. كل يوم الصبح بركب من نفس المحطة، نفس الوقت ونفس الروتين. الناس بتتغير لكن هو ما بتتغيرش. الشاب ده من النوع الهادي اللي ما بيتكلمش كتير وعينيه فيها حاجة كأنها سر مدفون. في البداية كنت بشوفه وبقول لنفسي ده شبه حد شفته في الأفلام، وكنت بسكت. لكن يوم ورا يوم بقيت بلاحظ إن هو كمان بيبصلي، ساعات بيسلم عليا وساعات بيقعد في مكانه ويسكت. معرفش ليه، بس بقت عادة عندي إني أشوف هو راكب ولا لأ، قاعد ولا واقف، باصص ولا لأ. اليوم ده كان مختلف. الأتوبيس كان زحمة جدا، ستات بيتخانقوا وولاد بيتكلموا بصوت عالي. ملقتش مكان أقعد فيه واضطريت أقف. كنت واقفة قدامه بالظبط. لما الأتوبيس وقف فجأة جنب مطب كبير كلنا اتخضينا، وهو بقى لازق فيا. قلبي بدأ يدق، مش من الخوف لكن من الإحساس اللي عمري ما حسيته ده. كنت بحاول أتجنب إني أبصله، بس حسيت بيه قريب جدا. حسيت بسخونية طالعة منه وبنفس قريب من وداني. عينيا ما شفتوش لكن جسمه كان بيتكلم بلغة عمري ما فهمتها. يا ترى دي صدفة ولا هو كمان بيدور على حاجة قديمة في الزحمة دي؟ من اليوم ده الأتوبيس ما بقاش مجرد وسيلة مواصلات، لأ، بقى مسرح لأسرار بتغلي يست السكوت. من اليوم ده أنا ما بقيتش زي الأول. بقت الساعة اللي بركب فيها الأتوبيس هي أهم لحظة في يومي. بقيت بلبس كويس، بزود شوية برفان، وبسيب شعري مفرود. على الرغم من إني بشتغل في محل سندوتشات بس ومش محتاجة كل الزينة دي، لكن ده مش عادي. الإحساس ده مش عادي. هو لسه زي ما هو هادي وعنايه دايما رايقة، كأنه بيوصل حاجة من غير كلام، وأنا بحاول أتصرف بشكل طبيعي. بس قلبي ما بيرحمش. كل يوم الصبح بيدق زي الطبلة في فرح يوم خميس. في يوم خميس الأتوبيس ما كانش زحمة قوي، بس كنت واقفة جنب الباب وهو كان قاعد جنب الشباك. لما الأتوبيس وقف واحد رجله اتزحلقت وكان هيقع. أنا ما لقيتش نفسي غير وهو ماسك إيدي عشان ما قطع. عشان كمان إيده كانت دافية وضخمة وفيها رجولة مش بتاعة لعب. مسكني بالراحة بس القوة كانت باينة. أنا حسيت برعشة مشيت في دراعي. عينيا شافت عينيه، والمرة دي ما بصش الناحية التانية زي العادة. فضل باصص كأنه عايز يقول حاجة بس ساكت. رجع إيده وقال بهدوء آسف، ما كانش قصدي أضايقك. أنا جاوبته وكنت لسه مرتبكة شوية. لا أبدا، شكرا ليك. الإجابة دي طلعت من قلب متلخبط، من واحدة مش عارفة تفضل ساكتة ولا تبدأ تسأل. ومن وقتها كل يوم الصبح النظرات بتطول، والسلام بقى فيه نبرة مختلفة، والمكان اللي بيقعد فيه بقى بيعنيلي كتير. بس وسط المشاعر دي سؤال بيتكرر في دماغي: مين هو؟ وليه شكله كأنه شايل حاجة وساكت؟ كان باين إنه مستخبي ورا صمته، وأنا عايزة أعرف إيه اللي ورا القصة دي. يا ترى دي بداية حب ولا حاجة تانية؟ بعد اليوم ده بقيت حاسة إني دخلت عالم جديد. الأتوبيس ما بقاش مجرد وسيلة مواصلات، لأ، بقى زي فيلم بيتعاد كل يوم الصبح. كل لقطة فيه بتخليني عايزة أعرف النهاية. بقت بتطول أكتر من اللازم، وحتى وقفتي بقت دايما قريبة منه. بس هو عمره ما خد خطوة لقدام، لا سأل ولا طلب أي حاجة، يدوب بيبص ويسكت. يوم الاثنين ركبت بدري شوية، وقبل ما الأتوبيس يجي كنت واقفة لوحدي في المحطة. فجأة جه ووقف جنبي، قال بابتسامة خفيفة: بتهربي من الزحمة النهاردة؟ أنا ضحكت شوية وقلت له: الزحمة بقت عادة، بس أنا اللي صحيت بدري. ضحك وسكت. لحظة صمت عدت بينا، بس ما كانتش مملة، بالعكس كانت دافية. قلت له: أنا بحاول أكسر الجليد. بالمناسبة أنا اسمي نور.
بصلي وتردد شوية بس جاوبني، وأنا اسمي يوسف. اسم جديد زود لمعان على وشه. قلت لنفسي صحيح ساكت، بس يوسف عنده كلام كتير جواه. من اليوم ده سيبنا السلام العابر وبدأنا نتكلم شوية بشوية. مرة على مرة اتكلم عن شغله، قال إنه شغال في شركة كاميرات وبيروح الشغل كل يوم في منطقة بعيدة. بس كان في حاجة مش مفهومة، لما الكلام بيخلص بيرجع ساكت وباصص بعينيه على الشباك كأنه بيهرب من حاجة. ولما أقول لنفسي النهاردة هيسأل، النهاردة هيطلب نتقابل، بيفضل ساكت. بجد؟ وإيه السر اللي مخبيه صمته ده؟ كان لازم أعرف، وكان لازم أجهز نفسي لأي حاجة. من اليوم اللي عرفت فيه اسمه بقيت دايما بدور عليه وسط الزحمة، زي بنت مراهقة غرقانة في الحب في صمت. يوسف ما كانش بيغيب، كل يوم الصبح بيجي بنفس الملامح وبنفس العيون اللي بتشدك من غير ما تتكلم. بس دلوقتي في حاجة اتغيرت. أنا بقيت مبسوطة، كل مرة بركب بتمنى الاقيه ورايا أو جنبي أو في أي مكان أشوف فيه ملامحه. القرب اللي كنت بخاف منه في الأول بقى بيسخن دمي، وبقيت عايزة القرب ده. بحس إني محمية، بحس إني مرغوبة. في يوم الصبح ركبت وكان الأتوبيس زحمة كالعادة. وقفت ولقيت مكان بين الناس، وهو كان جاي من ورايا وحسيت إنه قرب جدا. كتفي بقى لازق في كتفه. اللحظة دي ماشية فيها في قلبي زي الكهرباء. بس المرة دي ما دعتش، بالعكس فضلت ساكتة وسبت المسافة بينا تضيق أكتر. وصوت جوايا كان بيهمس: مش عيب إنك تكوني معجبة بيه، مش عيب إنك تعيشي اللحظة. وهو كمان ما تصرفش أي تصرف يدل على إنه متضايق، بالعكس كان بيتنفس بهدوء كأنه مرتاح في القرب ده مني. لما وصلنا المحطة نزل وأنا كنت لسه واقفة، بس قبل ما ينزل بصلي وقال بطريقة خفيفة: يومك سعيد يا نور. كلمة بسيطة بس دخلت قلبي زي رصاصة. رجعت البيت اليوم ده وعقلي كله فيه. سألت نفسي يا ترى هو عايز يطور العلاقة ولا عايز يفضل في الظل يشدني وبعدين يمشي؟ بس الحقيقة الوحيدة اللي كنت متأكدة منها هي إني بقيت عايزة أشوفه، عايزة أحس بيه، وعايزة أعرف هو نام يعمل إيه. قلبي بدأ يتعلق، وما كنتش عارفة إن التعلق ده هيجرني لحاجة عمري ما تخيلتها. الأسبوع ده عدى كأنه لحظة واحدة. أنا ويوسف كل يوم الصبح بنشوف بعض، بنتبادل الكلام، بنضحك شوية وبنسكت كتير. بس جوه السكوت ده كان في حاجة بتكبر، إحساس بدأ يسخن ويشد القلب لجوه. يوم السبت كنت بشتغل الوردية بتاعتي بالليل في محل السندوتشات. مع قرب العشاء كنت خارجة آخد شوية هوا، وأنا واقفة قدام الباب شفت حد واقف بعيد بيبص على المحل. قلبي بدأ يدق وعيني نسبوش. كان يوسف، كان لابس تيشيرت أسود وجينز خفيف، واقف هادي زي عادته، بس ضحكة عينيه كانت باينة. متفاجئة: إيه اللي بتعمله هنا؟ مش معقول. ضحك وقال: عبيت من هنا وشفت المحل، قلت أسلم مفيش مشكلة. جاوبته وأنا حاسة إن خدودي سخنة: لأ أبدا، أهلا بيك. فضل واقف وماسك تليفونه في إيده وقال: بفكر مفيش قهوة قريبة ممكن آخد كوباية شاي من إيدك. بصيت فيه وقلبي بيني وبينه بيسيح. قلت لنفسي قولي جاوبته بهدوء: عندي نص ساعة قبل ما أرجع الشغل، يلا القهوة قريبة نمشي. قال لي: يا سلام، نص ساعة مش ممكن أضيعها. مشينا لحد قهوة مش بعيد عن الأتوبيس. حسيت إني بعيش لحظة جديدة. كان بيسألني عن حياتي وعن الشغل وعن أحلامي، وأنا كنت عايزة أسأله بس كنت خايفة أقع في كلام مش في صالحي. قبل ما يكمل كوباية الشاي قال لي: عايزة أعرفك أكتر يا نور، مش بس في الأتوبيس، ممكن؟ اتجمدت مكاني وقلبي بدأ يدق طبول جديدة. عايز يعرفني، هو اللي بدأ الخطوة. جاوبت بعد اللقاء ده في القهوة. العلاقة بيني وبين يوسف بقت أقرب، بقى في هدف ما كنتش عارفاه. فضلنا نتكلم في التليفون، بنضحك وبنشارك تفاصيل صغيرة عن حياتنا، وكل يوم الإحساس بيزيد أكتر. في يوم بعت لي رسالة وقال: نور، عندي ليكي مفاجأة.
لو ما عندكيش مانع تيجي عند البيت عشان نكمل الكلام اللي فاضل في قلوبنا. ترددت شوية بس قلبي قال ده مش غريب، ده يوسف وانت عايزاه بقالك مدة. رحت عنده. شقته كانت بسيطة ومرتبة، فيها ريحة راجل عايش لوحده بس مش مهمل. استقبلني بابتسامة وعينيه بتقول كل حاجة. قعدنا في الصالون، جاب عصير وبدأ يتكلم معايا كأنه عايز يطلع حاجة من صدره. بحس براحة معاكي، بحس اني كنت بدور عليكي من غير ما اعرف. دوبت وانا بحاول اوقف الرعشة اللي في صوتي. وانا كمان يا يوسف مش مجرد راحة، ده هدوء وحاجة بتربطني بيكي من غير سبب واضح. سكت، بس المرة دي ما كانش سكون محرج، كان زي صمت الاعتراف، الصمت اللي بيجي بعد القرب الحقيقي. قرب مني ومسك ايدي وعينيه مليانة حنان. قالي بهدوء نور انت متأكدة من الخطوة دي؟ أنا اللي كنت واقفة على باب الإحساس من مدة طويلة، يدوب حنيت راسي، ما قلتش ولا كلمة، بس هو فهم. اللحظة اللي كانت بينا في الأتوبيس رجعت، بس المرة دي من غير زحمة، من غير ناس غريبة، أنا وهو وبس. القرب زاد والحواجز اللي كان مستخبي وراها في عينيا بانت. الإحساس اللي كان بيكبر في الأتوبيس اتحقق بهدوء وحنان. حسيت اني ما دقيتش نور اللي كنت قبل كده. بعد اليوم ده اللي رحت فيه عند يوسف، العلاقة بينا بقت أقوى، بقينا نتكلم بالساعات وكأننا بقينا جزء من حياة بعض. بس يوم الخميس وانا بجهز عشان اخرج من محل السندوتشات، يوسف جه وقف قدامي. وشه كان متغير، مش هو الإنسان اللي متعودة عليه. سألته بخوف مالك؟ في حاجة حصلت؟ جاوبني ببرود، ما فهمتش منه حاجة. عندك حق، لازم أبعد شوية. اتصدمت وقلبي وقع في رجلي. أبعد؟ إيه الكلام ده؟ أنا عملت لك حاجة؟ قال وهو بيبص في أي مكان تاني غير عينيا. ساعات الواحد بيخاف من نفسه، من تعلقه، من المستقبل. ومشي وسابني واقفة قدام المحل كأني واحدة حلمها بدأ يتكسر حتة حتة. ما فهمتش، هل هو هرب ولا خايف من حاجة أنا معرفهاش؟ بعد اليوم ده يوسف ما بقاش بيبان كتير، بقى بيتهرب من مكالمات وبيرد بالرسايل الباردة. لحد ما جاه اليوم اللي كنت راكعة فيه في الأتوبيس وشفته راكب في الزاوية لوحده، بس كان في واحدة قاعدة معاه بيتكلموا وبيضحكوا. أنا قلبي اتقطع. مين دي؟ ليه ما قاليش؟ وليه بيضحك معاها وأنا بموت فيه؟ فضلت ساكتة، بس الغصة كبرت جوايا. كلمته وسألته بصوت حزين مين كانت معاك في الأتوبيس النهاردة؟ جاوبني برود زميلة قديمة. فيها إيه؟ قلت له فيها إيه؟ إن إحساسي مش مرتاح. ليه ما قلتليش؟ سكت وبعدين قال إحنا لسه ما سمناش حاجة، ما تحسبنيش. الإجابة دي موتت حاجة جوايا وبدأت أحس إني بغرق في بحر من الشك. يوسف يا ترى كان بيلعب ولا كان عايزني وهرب؟ يوم ورا يوم العلاقة بيني وبين يوسف كانت بتدوب، وهو بيزيد بعد وأنا بزيد تعلق، كأني واحدة ماسكة في خيط وبتستنى الفرج. في يوم لقيته واقف جنب محل السندوتشات، رحت عنده سألته قولي الحقيقة، في واحدة في حياتك؟ سكت وبعدين قال بصوت خافت أنا متجوز وعندي طفل، وكنت بحاول أهرب من ده بس ما قدرتش. دي الحقيقة. هنا حسيت كأن السما وقعت على راسي والدموع كانت بتحرقني من جواه، مش بس بسبب الخيانة لكن بسبب الثقة اللي اديتها الواحد معرفش قيمتها. الأيام اللي عدت بعد كده كلها كانت زي الكوابيس. الأتوبيس من غير يوسف بقى بارد والمحل بقى كئيب، اللي كان بيني وبينه بقى رماد. لحد يوم وانا قاعدة لوحدي فتحت تليفوني لقيت رسالة منه. نور سامحيني أنا غلطت، أنا بتعذب وعايزة أرجع، لو لسه في فرصة. قريتها وقلبي بدأ يدق، بس المرة دي مش زي الأول. المرة دي حسيت إني قوية. جاوبته يوسف اللي بيتخلى عنك في نص الطريق ممكن يتخلى عنك في الآخر، وأنا ما بقيتش عايزة أرجع لنفس الطريق. قفلت تليفوني ومسحت دمعة خفيفة نزلت من غير صوت. ومن اليوم ده بقيت بركب الأتوبيس بس بعين جديدة وقلبي بيحمي نفسه، وبحلم جديد فيه أمل مش وجع. ممكن تكون نهاية قصتي مع يوسف مش النهاية اللي الأفلام بتوعد بيها،
بس هي كانت بداية مهمة ليا. علمتني إن الإحساس الحلو اللي بيجي فجأة في زحمة الأتوبيس ممكن يكون مجرد وهم. يوسف كان بالنسبة ليا راحة، لكن الحقيقة إنه كان أزمة. عرفت إن الحب مش بس دفء واهتمام، الحب كمان أمان وصدق ووضوح. إن اللي بيخاف على مشاعره مش هيخبي حقيقة حياته، وإن اللي بيحب بجد بيفتح الباب بالكامل، مش بيسيبك على عتبة باب مش بتاعه. أهم حاجة اتعلمتها هي قيمة نفسي. ما كنتش محتاجة رجوعه عشان أبقى كويسة، بالعكس كنت محتاجة أبعد عنه عشان أحب نور بجد. الوجع اللي حسيت بيه خلاني أقوى. الأتوبيس لسه بيروح ويجي، بس دلوقتي أنا اللي بسوق قلبي، وما سمحتش لأي حد تاني يمسك الدثة. كل واحدة بتتعلق بواحد غامض، لازم تسأل نفسها: هل الغموض ده سر ورا جمال، ولا هو حقيقة مؤلمة مستخبية ورا سكوت؟ الإجابة هي اللي بتحدد يا إما نعيش في حلم، يا إما نواجه الواقع ونكمل الحياة بقلب قوي وواضح. دي كانت حكايتي في الأتوبيس.